تكون شخص ضعيف بيتنمر عليك الكل، ولكن فجأة بيظهر برج من العدم وبتختفي، ومرة واحدة بتلاقي نفسك رجعت للماضي بعد 3 سنين، ومن هنا بتقرر تكون أقوى شخص في العالم. وهي دي حكاية بطلنا لين غسي. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ حكايتنا وبيكون شخص مضروب ومكسر عظمه، بيكون اسمه لين غسي، وبيكون مغمى عليه وبيفتح عينيه وبيقول ان بكرة اول يوم في الجامعة وانه مش عايز يروح متأخر، وبيفتكر اللي حصل ان الشخص اللي جابه هنا وعلقه من رجله بيقول له ان من سوء الحظ اني كنت معاك في نفس الثانوية وما توقعتش انك كمان تبقى معاه في الكلية. وبيقول لينغ ده اكيد مش هيسيبني النهارده، وبيقول له الشخص اعترف ان عزيمتك قويه بعد كل اللي حصل لك، وكمان امك ولا ابوك عايشين وفضلت صامت، وبعد كل ده انا كنت بضربك في الثانويه وكمان مش بترضى تموت. وبيكون اسمه هوي جو، وبيقول لينغ ان الشخص ده ما ينفعش يبقى زميل، ده متنمر، وبيبص له بصه شريره وبيقول له انا شفت الافاتار بتاعك في اللعبه، يبدو انه حلو مش كده ولا لا يا لينغ؟ ويبدو ان وجهك القبيح جعل واقعك تعيس. وبيقول له وجهك التعيس بيغضبني، وفجأة بيضربه ولينغ بيجيب دم من بقه، وبيقول ان لما اصطدم فيه في الثانوية وبيعتذر ليه، ولكن هو مش قابل الاعتذار وبيتنمر عليه. وهواي جو بيفضل يضحك وبيقول لينغ ان ده مش النوع اللي بيقبل الاعتذار، وكمان هو من المستيقظين، والمستيقظين دول رمز التطور الأول في العصر بتاعنا، وكل ده بسبب لعبة أرض السماء واللاعبين ذات مستويات الأقصى درجة. وكمان اللاعب هيقدر يستخدم المهارات دي على أرض الواقع لو وصل إلى التطور الثاني. وبالنسبة للمستيقظين كلما كانوا صغيرين وأقوى زادت قيمتهم في الدولة، وبيحصلوا على تعليم ومعاملة حسنة غير البشر العاديين. وبيقول له الأخ الصغير لو استمريت بضربه ممكن يموت. بيتعصب هوايجو عليه وبيقول له انت بتشفق عليه؟ بيقول له لا انا خايف انه لو مات يجيب لك مشاكل. بيستغرب هوايجو وبيقول له ده قمامة، لو مات محدش هيسأل فيه، وبيشتمه. وبيستخدم قوته وبتظهر قوة غريبة، والمهارة دي بتستخدم علشان تلف جسم الإنسان، أو بالأصح علشان تموته. وبيقول له هوايجو انت ما عندكش عيون، مش بتخاف ولا ما عندكش الشجاعة، وانا مستيقظ وانت ولا حاجة. وبيتعور لينغ وبيقول ياه لو انا مستيقظ. والاخ بيقول لاخوه يلا بينا الوقت اتأخر، وبيسأله هل هتسيبه كده لربما يموت، وبيقول له لو اتكلمت تاني هحطك جنبه. وبيقول لينغ لو ينفع كل حاجة تبدأ من جديد. وبيروح للبيت وبيكون جسمه مليان جروح، وبيلبس الخوذة وبيدخل العالم الافتراضي لعبة أرض السماء، وهو موجود في كثافة وبيعرفنا بنفسه في اللعبة، وبيكون اسمه لين غسي، ودلوقتي هو في المستوى 120 بتصنيف لس. وبيقول أنا بعتبر نفسي موهوب في الألعاب، ولكن أنا بدأت في اللعبة دي متأخر سنة كاملة. وبنعرف إنه حصل على الخنجر الذهبي ولكن رتبته ما ارتفعتش، وكمان شاف لعيبة تقييماتهم عالية، وبيقول أكيد دول حظهم حلو فتحوا كاف او لقوا حاجات عالية المستوى، ومرتبتي دلوقتي 4 مليون تقريبا. وبيكون متعصب لانه مش عارف يبقى من احسن الرتب العالية، وهي بتضم 100 لاعب وهو تقييمه 120، وشكله كده فقد الامل ان يكون افضل واحسن. وبيقول انا بس عايز فرصة واحدة واكون من المستيقظين. وبينتقل المشهد لواحد وواحدة بيقول لها مش لازم تجيبي لاعبين غرباء علشان يساعدوكي، ولكن ممكن تروحي النقابة هتلاقي لاعبين كتير هناك. بتقول له ان مش لازم، بس انت كشفتني وانا هنضم لفريق تاني، وانا مش عاوزة اعمل علاقات مع اللاعبين. بيقول لها انا الحارس بتاعك، مهمتي حمايتك من اللصوص لان في كتير في ارض السماء. بتقول له انها مش طفلة وانها انفقت فلوس كتير علشان تجند 3 جنود. بيقول لها ده مش واحد منهم، وبيشاور على لينغ، وبيجي لينغ وبيعرفهم بنفسه وان اسمه لينغ سي. بيقول له الحارس احنا مش عايزينك تعطل طريقنا، فلو هتعطل طريقنا ابعد عننا احسن. وبتيجي واحدة بتقول له انها سمعت انك مش منضم للنقابة، فبيرد وبيقول لها انه لاعب منفرد، وبتقول ان وحدة التحالف المدعو هو تحالف يجمع اللاعبين، ودي منظمة بتقوم بإتمام مهام اللاعبين مقابل المال. وبنت بتطلع بتقول انا محتاجة لاعب منفرد ثلاثي. وبنشوف لينغ وبيتعصب وبتقول انتبه انت بتعمل ايه. والبنت اللي مجمعاهم بتقول ان كله مش بيتفق مع بعض ولسه المهمة ما بدأتش. فبيقول لها الحارس ما تخافيش وانا موجود، وبيقول لهم ان العدد اكتمل وانهم يلا يبدأوا في المهمة. وبيشوفوا موجات الطاقة الصادرة من المفاعل خارجة عن السيطرة، والكل مستغرب
ايه اللي حصل، وكمان بيستغربوا اكتر لما لينغ دخل جوه الطاقة وبدأ مهمته، وبيروح للينغ وبيتساءل عن مكانه، وبيكون مستغرب جدا ومفروض ينتقل الى الخريطة، وبيقول ده عطل في النظام وبدأ يختفي. وبيكون لينغ مرعوب وبيقول انا ما عنديش حاجة اعيش علشانها، ولو كنت هختفي فهختفي في هدوء. وفعلا بيختفي، والكل بقى مستغرب انه لسه مطلعش، وبيدخلوا على حسابه لكن بيلاقوا انه ولا اكنه عنده حساب، وان حسابه اختفى. وبيروح للينغ اللي بيكون فاقد وعيه، وعجوز بيرعاه وبيفوق وبيستغرب انه عايش، وبيحس انه شخص مختلف، وبيبص في المراية بيكون شكله اتغير. وهقول لكم هنا معلومة على السريع، ان دي نفس الشخصية اللي في اللعبة، وده معناه حاجة واحدة بس، ان اللعبة بقت حاجة واقعية. وبيقول له راجل عجوز اخيرا صحيت، وبيسأله لينغ وبيقول له انت لقيتني فين؟ بيقول له راجل عجوز انه لقاه في القمامة مرمي في زقاق، والراديو بيشتغل، وبيقول ان تم اطلاق لعبة ارض السماء من 3 شهور. الكل ينضم وبينصدم لينغ، وبيسأل الراجل العجوز احنا في عام كام؟ بيقول له انهم في عام 2060، وبيقول ان ده اكيد حلم، وبيفرح لانه مش بيطلع حلم، وبيقول انه اخيرا رجع بالزمن 3 سنوات. انا فرحان جدا، اخيرا القدر استجاب، وبيشكر ربنا انه جات له فرصه جديده. والراجل العجوز بيساله هو بخير ولا لا، وبيقول انه هيعمل نقابه خاصه، وكل اللي محققهوش هيعمله وهينجح. وبعدها بياكل، والراجل العجوز بيقول له انه ياكل بالراحه وان في اكل كتير. وبيسال الراجل العجوز لينغ انه عايش لوحده ولا لا، فبيقول له لينغ انه على حسب معرفته اني كنت وحيد جدا. فبيقول له الراجل العجوز انت شكلك جديد لانك مش عارف المكان اللي جيت منه او المنطقه اللي عايش فيها. بيقول له اعتقد ان احنا، ومش بيكمل كلامه. بيقول له العجوز احنا في منطقه الفقراء، ودي جنه بالنسبه للفقراء، والفقير بيجي هنا علشان يساعد التاني، ولكن علشان اكون دقيق ده مكان للفقراء والمساكين. بيقول له لينغ انا عارف شعورك، انا استأجرت قبل كده شقه رخيصه الثمن جنب احياء الفقراء ولكن ما تعمقتش. وبيقول له راجل العجوز ان اللعبه اللي تم الاعلان عنها منذ قليل دي لعبة أنفقت عليها كل ما أملك علشان أجيبها لولدي السخيف، ومات بعد فترة. وكان بيقول لي أبي توجد لعبة جديدة اسمها أرض السماء، وإنه لو بقى مستيقظ هنقلك من العيشة اللي أنت فيها، وأنا واثق من قدرتي على تكوين اسم في اللعبة. بيقول له راجل عجوز وكله ده أكيد كذب، لان ازاي لعبة تخليه غني؟ فبيقول له لينغ ان ده من الممكن انه يحصل لو اصبح اللاعب مستيقظ، فالدولة هتهتم بيه وابنك مش بيكذب عليك، وان لعبة ارض السماء هتغير العالم وهتكون في عالم تاني. بيقول له راجل عجوز انت ذكرتني بابني، وشكلك كده لسه طالب وما عندكش مكان للاقامه. وبيعرض عليه يعيش معاه، وبيديله خوذة ابنه، وبيقول له انا عاوزك تحقق هدف ابني. فبيرد لينغ وبيقول انا هنفذ هدف ابنك، ومش هدف ابنك وبس، لا ده كمان هدفي، وهوصل للقمه، وكله ده بفضل لعبه ارض السماء. من هنا سوف تبدا فرصه جديده. وبيدخل اللعبه وبيسجل باسم لينغ سي، وبيجيله لفته تعرفوا ايه هي الكائنات الموجوده في اللعبه. واول حاجه هم البشر، هم مخلوقات اللي بتسكن على الأرض، لديهم قدرات متساوية وأجسام متساوية وقوة متساوية. وبيقول لينغ إنه مش معجب بشخصيات الجان، والجان دول أشخاص شكلهم لطيف وجذاب، ولديهم القدرة على استخدام أسلحة بعيدة المدى، وعندهم رشاقة جسدية عالية. وآخر مخلوقات عندنا هي الوحوش، عندهم عرق قوي وضخم، وبيتمتعون بأجسام من الحديد، قوتهم على التحمل تفوق البشر والجان. وبيحتار لينغ يختار اي واحد من المهارات الخمسة، وهو انه يكون لص او رامي اسهم او ساحر او محارب. ولكن بيقول ان اللص عنده 3 مهارات تانية، والفئة المترتبة بالبشر لص الظلال، واللي بالجان هي لص روحي سريع، واخر واحدة للوحوش لص مهاجم. ولكن لينغ بيقول انا مش هضيع كل اللي اتعلمته واختار لص الظلال. وفعلا بيختار لص الظلال، وبتظهر له لافتة ويختار مهارته اللي عاوزها، وبيكون معاه 12 نقطة بيحطهم كلهم في غشاقة، وبيدخل للعبة وبيتم الترحيب بيه. وبيقول ان السنة دي هيبذل كل جهده وهيعمل كل اللي يقدر يعمله. وبيسمع واحد بيقول ان اللي عاوز ينضم لمهمة الكهنة، وبيستغرب لينغ
لان في كتير في اللعبة، وبيقول ان لازم يحط خطة علشان يبقى اول مصنف في اللعبة، وبيشوف مين الاول في التصنيف، وبيكون المحارب المظلم متصدر الدرجة الاولى، وبيقول ان في حياته الاولى هو برضه اللي كان متصدر، والمحارب المظلم لاعب بتبقى بياناتهم مخفية، ولكن هو اللاعب الاقوى في لعبة ارض السماء. وبيقول لينغ انه هيجرب كل حاجة ما جربهاش، وهيبقى المستيقظ الاول. لتبدأ اللعبة حان وقت الترقي، وبيدخل مدينة كاسافة، وبيقول انه اخيرا وصل في حياته السابقة. كنت بدخل في المدينة دي كان فيها ناس كتير جدا، ولكن في كل مرة كنت بستغرب من عدد الناس. وبينتقل المشهد وهو في مدينة كاسافة، بيقول ان فيها ادوات حلوة وبسعر مناسب، وبيقول ان نفسه يعمل فريق ويقاتل بيه الوحوش، وبيسألهم في شخص هنا يساعدني. وبروح لشخص بيقول ان ينبغي ان اللاعبين من المستوى الاول يكون معاهم قطعة فضية واحدة، وبيقول انه معاه القليل من الاسلحة المستعملة، وان يقدر لاعبي المستوى الاول انهم يستخدموها، وهتساعدك الادوات دي على انك تعلي حسابك بسرعة، وان الكل يبدأ يشتريه قبل نفاذ الكمية. ولينغ بيستغرب، والناس بتقول هل في خوذة المستوى الاول او حتى رداء الصحراء اللي بيزود مستوى الذكاء، وبيقول ان كل اللي عاوزينه موجود. وبيفتكر لينغ انه اشترى خنجر نحاسي، ولينغ بيقول في سره النوع ده من التجار نوع حرامي، لان كل ده بتقدر تاخده لما تترقى ويبقى مستواك المستوى الثالث، ومش هيصبح ليه اي فائدة لما يترقى مستواك للمستوى الثالث. وكمان مش من الصعب انك ترقي مستواك في اللعبة، وعلشان كده لازم تهتم بزيادة مستواك الاول. وبتيجي بنت وبتقول ان هي تستطيع معالجة اي حد، وانه يقدر ياخدها معاه في اي حتة، والكل بيفرح وبيقول لها ممكن ننضم لفريقك. وبيجي شخص وبيقول لها لو معاك 3 عملات انا هساعدك انك ترفع مستواك. وبيقول لينغ ان ارض السماء بتسمح بتكوين احزاب، ولكن ما بتسمحش بفرق في القوة ما بين اللاعبين. وفي ظاهرة منتشرة ان في لاعبين مستوى عالي بيساعدوا اللاعبين المستوى الاول في تنفيذ المهام، ولكن كله ده بسبب وجود لاعبين كتير، فبتخلي اللاعبين المستوى الاول بيكونوا احزاب مع لاعبين المستوى العالي. وبنسمع الناس بتقول ان وقت التحديث كبير جدا، ولينغ بيقول ان ارض السماء لا تحتوي على سياق محدد للمهمات، وكمان رفع المستوى في اللعبة مش حاجة صعبة. الصعب انك تلاقي وحش تقتله او تلاقي حاجة نادرة ترفع مستواك، ولكن انا هزود مستوايا للمستوى الخامس بسهولة. وبيروح لسوق المبتدئين، ولينغ بيطلب لفافات تزيد السرعة وخطاف، والناس والبنت بتقول عميل جديد من المستوى الاول، والناس بتبدأ تستهزأ بيه وبتسخر منه. بيقولوله انت مش هتقدر تقتل وحوش بالكلام الفارغ ده، لو عايز تدفع فلوس او اساعدك على رفع مستواك انا موافق. ولينغ مش بيرد عليه، فبيتعصبوا منه وبيقولوله ان اللعبة دي مش للي زيك، اوعى تفتكر انك لو ضربت ضربة الوحش هيموت تبقى غلطان. والبنت بتقوله ان طلبك جاهز، وبتديله لفافة سريعة وما ينفعش يستخدمها غير مرة واحدة، وبتديله خطاف ب60 قطعة فضية، ومدة الاستخدام 30 ثانية بيستخدم فيها تشتيت الوحوش وبيحطهم في الخزنة. والبنت بتقوله التكلفة 90 عملة نحاسية، واخر حاجة بتقوله ان يزورهم مرة تانية. واحد من الناس بيقول ان ده شكله مجنون وكمان عبيط، وبيقول لينغ انتوا قعدتوا كام يوم علشان ترفعوا مستواكم الاول؟ فبيردوا بيقوله 15 يوم، والتاني بيقوله 13 يوم، وبيقولوله ان من الصعب ترفع مستواك في يوم وليلة، اقل حاجة 10 ايام عشان تزيد مستوى واحد، وكمان من الصعب انك تلاقي وحوش. فبيرد لينغ بيقول لهم انتوا كده مش هتقعدوا غير يوم او يومين في مدينة المبتدئين. فبيتعصبوا عليه وبيسألوه هو انت قصدك ايه، وبيمشي وبيسيبهم وبيوصل لجبل غروب الشمس، وبيبص حواليه ومش بيلاقي لاعبين، وبيستغرب وبيقول مفيش لاعبين كتير هنا ولا ايه، وكمان مفيش مهمات. وبيقول في نفسه طالما مفيش لاعبين كتير كده هنا هيسهل ايجاد مهمات وهقدر ارفع مستوايا. وبيسمع اشخاص بيتكلموا عن مهمة، وان المهمة دي بتتفعل تلقائيا عند الانسان، والشخص ده لو اتحدثت معاه هيجيب لك مهمات كتير تنجزها خلال 10 دقايق. وفي مهمة صعبة انك توصل لقمة الجبل في 10 دقايق. واحد منهم بيقول انه النص الاول سهل تعديه لانه بممر، ولكن النص التاني موجود فيه هوية لازم تتخطاها، مفيش طريقة تاني حتى علشان توصل للقمة. وبتجيلهم بنت وبتفضل تعيط وبتقول لهم انا حاولت اوصل ولكن بسبب الهوية الملعونة كنت بموت، وبيقولوا لها انها ما تعيطش احنا هنضمك لينا. ولينغ بيفضل يضحك وبيوصل لمكان وبيقول هنا اول مهمة
المالية، وبيروح يكلم شخصية NPC، والشخصيات ال NPC بتكون شخصيات غير لاعبة تكلفتها انها بتديك مهمات، والناس بتبدأ تقول مش ده اللي لسه صاحب المستوى الاول؟ ازاي هيقدر يعمل مهمات ولسه مستواه واحد؟ اكيد هيموت، وانه اكيد سمع ان في مهمات فجه ده عيل احمق اكيد هيروح فيها. وبيروح للينغ اللي بتجيله ملحوظه ان جات له مهمه، هل يقبل المهمه ولا يرفضها؟ وطبعا لينغ بيقبل المهمه، وبيقول لينغ للشخصيه الام بي سي انا هقابلك عند الجبل، وبيبدا العد التنازلي وبيبدا مهمته وبينطلق على الجبل وبيقابل وحش وبيهجم عليه وبيقتله، وبيقول ان ده طريق للمجد، والنظام بيقول له انك كده جذبت ريحه الكراهيه ليك. وبعديها بيفضل يقتل في الوحوش وفاضل له 7 دقايق و50 ثانية، وبيروح للمتنمرين اللي بيقولوا هو يقدر يصمد لغاية امتى؟ واحد بيقول لهم ممكن مات لانه اختار طريق الغابة اللي مليان وحوش، وبتقول لهم البنت اكيد دقايق وهيخرج، والكل بيوافقها، وبيقول واحد منهم ان شخصيته لص من المستوى الاول مش هيصمد كتير، والكل بيضحك عليه. وبيروح للينغ اللي بيكون وصل الى طريق الهاوية، وبيقول ان هو ده المكان اللي بيفصلني عن القمة، وعلشان اقدر اتخطى الهاوية لازم التف من حولها، ولكن بيشوف طريق مختصر وبيقول انه هيعدي منه، واكيد في عش وحوش تحت الممر ده، ولو نزلت تحت اكيد هموت. وبيقول ان ده وقت لفيفة السرعة وبيستخدمها وبيزيد سرعته، وبيبص تحته بيلاقي عش وحوش وبيصرخ فيهم وبيقول لهم ساعدوني اوصل للقمة، والوحوش بتهجم عليه ولكن مش بيحصل له حاجة، وبيستخدم الخطاف وبيمسك في فرع الشجرة، وبيقول ان فاضل له خطوة واحدة ويوصل للقمة، وبيجيله اشعار من النظام ان في وحش اول القمة، وبيقتله لينغ وبيوصل للقمة، وبيجيله اشعار ان كمل المهمة مبارك عليك الفوز. وبيفرح لينغ جدا، وبيظهر له راجل كبير بيقول له ايها الشاب انت اظهرت عزيمتك وقوتك، وبسبب محاولاتك قدرت انك تصعد للقمة. بيقول له لينغ لو ما كانش ليا هدف اني اوصل للقمة ما كنتش وصلت، وبيقول له انه مؤهل انه يملك قوة مجيدة، وبيديها له، وبينصدم لينغ، وبنعرف انه اداله برهان المجد، وبيقول له عزيمتك دي بتفكرني بنفسي وانا شاب. وبيجيله تعريف ببرهان المجد. برهان المجد برهان بتحصل عليه لما بتوصل للقمة، وهو برهان عالي المستوى. وبس كده يبقى كده خلص فيديو النهاردة. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحكاية؟ تشويق ما بعده تشويق. ان شاء الله مش هقطع عليكم تاني، والله يا جدعان كانت ظروف، يعني منها دراسة ومنها كنا في رمضان. وكنت عايز اخر حاجة اقول لكم رحبوا معايا بمحمد. محمد ده هو السكريبت الجديد، وكل الفيديو ده مكتوب بايده. اتمنى يعجبكم شغله، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، والسلام.